ازيكم؟ بركن عربيتي كتير جدا، بستنى ولادي لما تنزل من المدرسة أو بستنى المدام لما تنزل من الشغل. هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ هو الموضوع مش غلط، ولكن الموضوع فيه شوية حاجات لازم تبقى عارفها. أول حاجة، بره خلاص خلوا العربية ينزل فيها سيستم، أول لما أنت تقف بالعربية العربية تبطل، وده سيستم علشان يحافظ على الموتور ويحافظ على البيئة. طيب لو انا ما بيهمنيش البيئة والموضوع مش مشكلة، نتكلم بقى على ازاي يحافظ على الموتور وايه المشاكل اللي ممكن تحصل للموتور. طيب، من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تعرفها علشان تبقى مرتاح وانت بتقف وقت طويل ومشغل عربية ومشغل التكييف، ان في بعض الحاجات اللي بتتأثر في العربية. اول حاجه بتتاثر في العربيه العفشه كلها ككل، بالذات اللي قدام اللي عند الموتور، لان العفشه دي معمول حسابها انها بتتبرد مع مشيانك في الطريق. وانت طول ما انت ماشي الهواء بيدخل يبرد اجزاء كتيره جدا، فان انت مشغل العربيه وواقف بيها فتره طويله الاجزاء دي ما بتتبرد، وعلشان كده الاجزاء دي بعد شويه عمرها بيقل. ده أول حاجة. الحاجة التانية، لازم تبقى فاهم إن أنت وأنت واقف بالعربية، العربية دي أكنها بتمشي. ده معناته إيه؟ معناته إن أنا واقف تقريبا الار بي ام بتاعي 1 RPM أو أقل من 1 RPM بشوية. ده معناته إن أنا ماشي بسرعة تقريبا في حدود 40 كيلو 35 كيلو. يعني معنى كده ان انا وانا واقف اكني بعمل 40 كيلو في الساعة. فلو انا واقف نص ساعة معنى كده ان انا مشيت تقريبا 20 كيلو. طيب يعني ايه المعنى ده؟ يعني معنى كده لو انا بقف تقريبا طول الشهر نص ساعة في اليوم، معنى كده ان انا بعمل 20 كيلو في اليوم الواحد وانا واقف. ده بالاضافه للكيلوهات اللي انا بعدها. لو انا ضربت كده الى 20 كيلو دولت في ال 30 يوم هيطلع لي تقريبا 600 كيلو. فانا لما بغير الزيت المفروض ان انا اعمل حسابي، لو انا بغير في معدل كل 6 شهور، ده المعدل الطبيعي ان انا اعمل 10000 كيلو كل 6 شهور. فمعنى كده ان انا تقريبا عملت لي في حدود ال 4000 كيلو وانا واقف كده، ان انا في خلال ال6 شهور تقريبا عملت 4000 كيلو. يعني ايه ده؟ يعني انا اغير عند ال 6000 كيلو؟ لا طبعا، انا مش هقصد كده. واللي انت ما تعرفوش ان شركات الزيوت عملت حاجه لطيفه جدا. الزيت ال 10000 ده معمول حسابه انه يقعد ل 13000، لان هو عارف ان انت بتقف في اشارات وبتقف في اماكن كتيره بزحمه، فده بيتعمل حسابه في الزيت. طيب ايه المفروض ان انا اغير امتى؟ المفروض بقى ان انت تعمل حسابك ان انت كمان ضفت على ال 3000 كيلو اللي هي بتاعت الزحمه ديت بتاع 4000. يعني انا المفروض اغير عند ال 8000 كيلو لو انا بقى في يوميا نص ساعه. يعني مش هغير عند ال 10000، هغير الزيت بتاعي كل 8000 كيلو. طب انا مش عايز اعمل كده. يبقى انت تبطل العربيه لما تيجي تقف، بطل العربيه واخرج براها اذا كان الجو حر. ده الحل الوحيد علشان تبقى عارف لو انت بتقف تستنى كل شهر نص ساعة. الحاجة المهمة كمان اللي انت لازم تعرفها ان انت في اجزاء ميكانيكية هتغيرها اقرب من وقتها الافتراضي، زي مجموعة الخراطيم، زي اجزاء كتيره في العفشه، في الكاوتشات، في الكبالن، الكاوتش بتاع الكوبلين او الغطا بتاع الكوبلين، لان اول لما بيتلف الكوبلين بيبوظ. فكل الحاجات دي بيترتب عليها وقفتك الكتير وانت مدور العربيه. فناخد بالنا من بعض الحاجات البسيطه جدا اللي انت مش واخد بالك انها بتستهلك من العربيه. ولو انت بتهتم قوي بالحفاظ على العربيه فلازم ما تقفش بالعربيه وهي دايره. لازم تبقى عامل حسابك ان انا لو وقفت ابطل عربيه. لو انا حتى في زحمه كتيره قوي ومضطر ان انا اقف فيها زادت عن 5 او 6 دقائق، ببتدي ابطل العربيه بتاعتي. ده اوفر لك في البنزين، اوفر لك في الاجزاء الكتيره قوي اللي بتتلف من درجات الحراره. والاسفلت لما بيكون درجه حرارته عاليه بيزود المشكله على الاجزاء دي، فبتضطر ان انت تغيرها بدري شويه. فعلشان كده انا بقول لك لو انت مضطر ان انت تقف، يبقى انت لازم تعمل حسابك ان انا هغير الزيت بتاعي عند ال 8000 كيلو مش ال 10000 كيلو. وكمان ان انا مفروض ان انا اعمل حسابي
ان في اجزاء كتيره جدا هتتغير او كاوتشات اكشف عليها في التوكيل او في مكان الصيانه، اقول له الاجزاء الكاوتشات والحاجات المعرضه للحراره تكشف لي عليها، علشان لو كانت شققت او جرى لها حاجه تلحق تغيرها قبل ما تبوظ. صباحكم فل.